سعيد مغربي مقيم هنا في السعوديه، جيت من الرياض ان شاء الله باش نتفرجوا في المباراه. اسهل مجموعه يعني كاينه في الجروبات كاملين هي اللي عند الرجاء، يعني ما كاينش شي صعوبه، ماشي بحال مجموعه الهلال ومجموعه الاتحاد، يعني صعيبه شويه. الرجاء كنظن تجاوز يعني دور مجموعات يعني بسهوله، يعني ما يعني الفكره ديالي انا كنشوفهم غادي يمروا ان شاء الله بسهوله من المجموعه، يعني اسهل مجموعه هي اللي فيها الرجاء. بالنسبه للتعاقدات اللي داروا، واش تشوف انها تقدم الاضافه في هذه البطوله العربيه؟ يعني اماكن الخصاص يعني مازال ما داروا فيهم حتى شي تعاقدات، يعني الدفاع والوسط الميدان يعني مزيانين. قبل ما يديروا انتدابات كنتمناو انتدابات في الهجوم، هما اللي خاصيننا ويكون الخير ان شاء الله. كيف تشوف هذا الماتش الاول ديال الرجاء وشباب بلوزداد؟ المباراة غتكون شوية صعيبة، يعني المدرب ديال شباب بلوزداد ديجا درب الوداد، ويعني كيعرف الدوري المغربي ولعب ضد الرجاء، يعني غتكون مباراة صعيبة. هذه أصعب مباراة عند الرجاء هي هذه. كنتمنى 3-1، يعني كنشوف 3-1 إن شاء الله نفوزوا عليهم إن شاء الله. معكم عبد الله من الأصل من ورزازات، أنا مقيم هنا في أبها، وجينا نشجعوا الفرق المغربية سواء الوداد والرجاء. والبارح يعني البارح تفرجنا في الوداد، جبران كان دار واحد سميتو الطرد، يعني كان الوداد تقدر تربح الماتش، ولكن مع الطرد ديال سميتو خلاهم يرجعوا اللور شويه. وان شاء الله اليوم نتمناو الرجاء يعني مع بلوزداد، نتمناو الرجاء باش علاش ما نشوفوش نهائي عربي هنا في ابها ان شاء الله. نهائي مغربي يعني بين الرجاء والوداد، وهنا في ابها ان شاء الله. غتكون النتيجه بين شباب بلوزداد والرجاء التقديرات ديالك؟ يعني التقدير ديالي ممكن 2-0 الرجاء ان شاء الله. 2-0 الرجاء ان شاء الله. وديما مغرب وديما فرق مغربيه، الرجاء والوداد، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.